طالب في جامعة سوهاج بيعور واحد في أماكن حساسة، وكل ده حصل جوه الجامعة. تعال أقول لك إيه اللي حصل. الطالب اللي في جامعة سوهاج ده كان بيصور بنت من غير موافقتها، وبالتالي طبعا البنت اتضايقت، راحت طلبت منه إنه يمسح الصور والفيديوهات اللي صورها لها. الولد رفض وحصلت ما بينهم خناقة. واحد تاني اتدخل في الموضوع، حصلت بينهم خناقة لدرجة ان الولد ده طلع قرن غزال وراح عور الولد في اماكن حساسة. طبعا امن الجامعة قدروا ان هم ينقلوا الولد ده للمستشفى عشان يسعفوه، وقدروا ان هم ياخدوا الولد ده، والحكومة قبضت عليه وتحول للنيابة علشان ياخد جزاؤه. الحقيقة الحوادث دي بقت بتحصل كتير جدا، والمواقف دي بقت منتشرة قوي، وفي المدارس وفي الجامعات. لسه شايفين القصة بتاعت ياسين، وادي قصة الولد في جامعة سوهاج. انا معرفش بصراحة فين الامن، ليه ما تدخلوش من البداية، ولا هم نايمين على ودانهم؟ فين المسؤولين؟ انا مش عارف بصراحة لحد امتى هنفضل نشوف المواقف دي. وانا بكلمك ان الحاجات دي بتحصل في المدارس وفي الجامعات، يعني حتى كمان مش في الشارع. الاماكن التعليمية بقت بتحصل فيها كوارث. انتوا بقى قولولي وجهة نظركم ايه في كومنتات في الموضوع ده.